السلام عليكم، اخوكم غياث راح اشرح لكم اليوم عن كيفية قصر وسحب اللون. هذا الفيديو انطلب من قبل شوشو الحلاوية ام حيدر، وانطلب من قبل ام احمد الحلاوية الكظماوية، وخواته هواي طلبوه يردون يعرفون القصر والسحب مال اللون شلون. تعرفون انتم القصر نحتاجه نعتازه للون الاحمر ونعتازه للالوان الغامقة. اذا وحدة صابغة احمر لازم نقصر شعرها، يلا نقدر نحوله لغير لون. الاحمر ما يروح الا بمادة السحب. واذا وحدة صابغة لون اسود او شعرها اسود او شعرها بني غامق او اي لون كستناي غامق، لازم نسوي لها سحب لون او قصر لون. يلا نقدر بعدين نصبغ اي لون تريده راح يطلع مباشرة. راح تقولوا لي القصر يتعب الشعر، اني اقول لكم القصر يتعب الشعر، السحب يتعب الشعر، اثنيناتهم يتعبون الشعر. عندي طريقة مو اني عندي وانما هي معروفة عند الكل، شوية تقلل من الاذية مال الشعر. ليش يتعب الشعر القصر والسحب؟ هواي خواتي يسألون ليش يتعب الشعر. لان اصلا الاكسجين بمادة امونيا وبمادة فورماليد، هذول اثنيناتهم يتعبون الشعر، هم ذول اللي يقصرون الشعر، يقصرون اللون يغيروه، دول يتعبون الشعر. بس احنا نقدر نتخلص من الشعر التعبان. شلون نتخلص من عنده؟ اول شيء كل اسبوع نقص الاطراف مال الشعر، لان تعرفون انتم مادة الامونيا والفورماليد والمواد الضارة الموجودة بالشعر يتكون بالاطراف بالنهاية مال الشعر. هاي شغلة. الشغلة الثانية نستعمل شامبو نوعية جيدة، ومكيف نوعية جيدة، وسيروم نوعية جيدة. من نستعمل ذول السيروم طبعا له فائدة كلش كبيرة، خاصة النوعيات الزينة. ما راح اقول لكم ياهن النوعيات الزينة، ما اريد اسوي ترويج البضاعة معينة، بس معروفات الزينة. بالنسبة للمجموعات عندي مجموعة روكلة شامبو مكيف وسيروم، ومجموعة لوريال معروفات بالسوق، الروكلة اسباني واللوريال الفرنسي، هذول اثنيناتهم زينين للشعر. تقدرون تستخدموهن بعد القصر او بعد الصبغ، حتى حتى تحافظون على شعر صحي. هذا شيء جدا مهم للشعر، حتى يبقى الشعر ناعم وسرح ويتغذى دائما. هسه راح اشرح لكم اليوم على القصر والسحب. اول شيء القصر راح اشرح عليه بالبلوندر والاكسجين. البلوندر عندنا انواع، اي نوع تاخذونه يقصر الشعر، بس اكو بلوندر بالكرياتين او ثيرابي. هسه انا ما عندي كان رويتكم اياه. او ثيرابي هذا هذا بالكرياتين، من نقصر بيه شويه ما يتعب الشعر هالقد. والاكسجين دائما حاولوا تاخذون اكسجينات درجه اولى حتى ما تتعب الشعر. شلون يصير القصر؟ اول شيء نغسل الشعر فد مره مرتين، يكون شعر جدا نظيف جدا نظيف. ورا ما غسلنا الشعر نجيب طاسه بيها مقياس. هذا المقياس هنا يجوز واضح يمكم او لا، هنا عندنا قياس بالطاسه، او مو الا بالطاسه، باي شغله عندكم موجوده بالبيت. مثلا استكان، نخلي استكان بلوندر. خلينا نقول اليوم نشرح على استكان بلوندر. البلوندر عندنا انواع، مثلا هذا بلوندر انرجي ايطالي نوعيه جيده، هذا الكوارلي وكلكم تعرفونه، الايجورا، هذا الايجورا الايراني، هذا الايراني، هذا كلكم تعرفوهن ذني مشهورات بالسوق. من اي واحد ناخذ، بودرة زرقاء او بيضة ما يهم، نفس النتيجة اثنيناتهن. ناخذ استكان بلوندر يعادله استكانين اكسجين. اكسجين المفروض تركيزه 9 او 30. اكو قلنا شركات تكتب 9 واكو شركات تكتب 30. لازم 9 للون الاحمر، او 12 هم يصير، بس 12 شوية تعب الشعر بزايد. اللون الاحمر لازم 9، بقية الالوان 12، بقية الالوان 12. خلطنا هسه، جبنا استكان بلوندر، استكانين اكسجين، خلطناهم خليناهم بالطاسة، صار عندنا بلوندر واكسجين. نخبطهم اثنيناتهم نسويهم عجينة. نجيب بديل الزيت اي نوعية. هسه هذا املة، احنا انا ما عندي شغله بالشركه، ما لي علاقه، تجيبوا اللوريال اي بديل زيت بس تكون نوعيه جيده. هذا البديل الزيت شويه يخفف من الحروره مال الامونيا، من حروره الشعر، وشغله كلش حلو. نخلي ملعقه صغيره مال اكل
او نص ملعقة بكيفكم انتم. مو هواية كلش، هواية ما يصير هواية بعد يروح مفعول القصر. نخلطهم وياه نخليه على الشعر. اكو شعر ب10 دقائق ينقصر بالبلوندر، اكو شعر ب5 دقائق ينقصر اذا كان ناعم، اكو شعر لا نص ساعة 3 ساعة. انتم لما تشوفون شعركم صار اشقر او صار برتقالي هذا هو تغسلوه. انتهت عملية القصر. افتهمنا هسه. نخلي استكان بلوندر، كل استكان بلوندر يعادله استكانين اكسجين، يعني كل مكيالة بلوندر يعادلها مكيالتين اكسجين، يعني كل قلاص بلوندر يعادله قلاصين اكسجين، يعني الاكسجين ضعف البلوندر، كمية الاكسجين ضعف البلوندر. خلينا 30 ملم بلوندر نخلي 60 ملم اكسجين ضعف. ونخلي ملعقة بديل الزيت او بلسم مكيف نخليه هماتين كل الزين للخلطة ونخليها على الشعر. افضل دائما تلبسون الكب الواقي حتى شنو ما يوصل للجذور مال الشعر، ما يلوح الجذور حتى ما يسبب لكم تساقط مال الشعر. وسنارة تحتاجون كب وسنارة حتى بالسنارة تسحبون الخصل. وميزتوه كملتوه وغسلتوه. ورا ما تغسلوه اي لون تصبغونه، شنو اللون اللي يعجبكم راح يطلع لكم مباشرة. يعني شنو اللون اللي ببالكم، اي خلطة تسووها راح يطلع اللون مباشرة اي لون. لان شنو؟ لان هو اصلا الشعر صار مهيئ للصبغ. قلنا مثل ما قلنا نقدر نستخدم مجموعة روكلا او مجموعة لوريال او اي مجموعة زينة التغذية مال الشعر. خلصنا. نجي المادة السحب. هاي نقدر نستخدمها السحب اللون الاحمر، ونقدر نستخدمها لاي لون عادي، يعني حالها حال البلوندر. بس اكو عندنا الوان احمر لا ما يروح بالبلوندر، اكو الوان احمر صبغ احمر ما يروح بالبلوندر الا بمادة السحب. هاي مادة السحب بها انواع، مثل هاي تصير للاسود وللغامق وللحمارات. عندنا هذه مال شركة اطلسكو، هذا تصير بس للاحمر، هي حتى لونها احمر. هاي مال السحب اللون الاحمر. هاي مال اطلسكو نفسها مال سحب الالوان الغامقة ما عدا الاحمر، لان قلنا هي هاي اخذها هاي للاحمر وهاي تصير بقية الالوان. عندنا هذه البيوتي، هاي هماتين لكل الالوان. اي وحدة من عندكم تعجبكم تاخذوها. اكو بعد انواع النوفيلا، اكو الكولكشن موجود بالسوق، اي نوع يعجبكم هم اغلبهم زينين. هاي هماتين نفس الشيء. نخلي 100 ملم من مادة القصر اي وحدة، نخلي 100 ملم من هاي نخلي 200 ملم اكسجين، يعني نخلي استكان من هذا الكريم نخلي استكانين اكسجين، وهماتين نخلي بديل الزيت ملعقة مال اكل وياه، ونخلطهم زين ونخليهم على شعرنا وراح نسحب اللون مباشرة. طبعا هذه الشرح مالتي ما يمشي على الحنة لا تختلف. راح اشرح لكم عن الحنة. عندنا طرق. عندنا هذا كريم سحب الحنة موجود بالسوق. هذا الكريم هذا همتين نفس طريقة السحب، بس هذا خاص للحنة ما يصير للسحب، خاص للحنة. هذا همتين نخلط من عنده مثلا استكان من هذا ونخلط ويا نخلي استكانين اكسجين تركيز 9، نمشي على اكسجين تركيز 9 بالحنة وباللون الاحمر، والبقية الالوان 12. او الطريقة الطبيعية السحب الحنة الطريقة الطبيعية، وهي مثلا الخل البدوي تخلوه على الشعر ربع ساعة، تمام، تشتروه ما اعرف سعره، بس المهم تشتروه تخلوه على الشعر لمدة ربع ساعة لمن ينشف بالشعر وتغسلوه. تستعملون مباراة زيوت مرطبة لان حتى الشعر ما يبس لان نعرف الخل يبس الشعر. فشوي بالتكرار مال العملية بالاسبوع مرتين تقدرون تستخدموها 3 مرات بالتكرار، راح تنسحب الحنة تنزل من الشعر. او خل التفاح او الليمون تعصروه، تسوون قلاص ليمون وتخلوه على شعركم همتين لمن ينشف تغسلوه. نقدر نخبط خل ونخبط وياه القاصر مال ملابس، نخبط شوية قليل من القاصر ويا الخل ونخليه على الشعر همتين راح يسحب اللون. هاي كله
كل مادة السحب نعتاز، بس هذني بطيئات، الليمون والخل، خل البدوي، خل التفاح، ذني شوية بطيئات، يعني ممكن شهر يلا يسحبن الحنة، لأن قلنا الحنة ما يصير بذني. مثلا هذا ما سحب اللون ما يسحب حنة، الإماراتية، السعودية، اكو حتى حنة عادية ما تنسحب إلا بهاي المادة، أو هسه الشرح شرحت لكم إياه بالليمون بالخل ربع ساعة. بعد خلصنا، قلنا ورا ما كملنا ذولا، أي لون نصبغ راح ياخذ الشعر، أي لون نصبغ راح ياخذ الشعر. وأفضل دائما تستعملون شامبو ومكيف وسيروم، شامبو ومكيف وسيروم نوعية جيدة للشعر حتى نتلافى التعب مال الشعر. تمام، شكرا لكم، تحياتي لكم. إن شاء الله علي اكو بنات يطلبون من عندي خلطات مال وجه. الخلطة مال وجه ما اقدر انطي وحدة خلطة او اوصف لها خلطة بدون ما اشوف بشرتها، لان كل بشرة تختلف عن بشرة ثانية. تقدر تراجع ابو المحل، ابو الاعشاب، ابو الدكتور، او اذا تريد مثلا كريمات مال تجميل. الكريمات مو انا صانعها، بس انا عن طريق التجربة الزبائن اللي ياخذوها ويقولوا لي زينة انصح بيها. فاللي تريد تدز صورة وجهها. واكو بنات طلبوا من عندي مقطع فيديو كيفية عمل الخلطة، راح اشرح لكم عليه ان شاء الله بالايام الجاية. اكو شغلة صغيرة اريد انبهكم عليها، صفحتي الشخصية مو الجروب على القب راحتكم، اسألوني عادي براحتكم، ولو انا دائما ما اقدر او دائما اجاوب على كل اسئله، تعرفون اسئله هواي. مقطع فيديو نشرته اباوع 200 سؤال، ما اقدر اجاوب على 200 سؤال انا بوحدي. واللي تعرف تجاوب خلي تجاوب البنات. اني اسمح للبنات انه يجاوبن، البنات يتدخلن عادي موافق، بس تكون اجابه صحيحه. اذا متاكده من اجابتك صحيحه جاوبي البقيه، واذا ما متاكده لا تجاوبين، لا تدخلين نفسك، لان حتى ما تخلين البنيه الثانيه توقع بخطا. صفحتي الشخصيه مثلا انا ناشر الصوره الشخصيه او ناشر منشور عادي، تجي وحده تسالني تقول لي الاكسجين الاتوسه شلونه. انا ناشر صوره او منشور عادي، يعني صورتي ناشرها او اي منشور ناشره بصفحتي الخاصه، تجي وحده تقول لي لو انت منور واكسجين الاتوسه شلونه، شلون يعني شلون انا منور والاكسجين هم منور هماتين وياي. فارجو انه الشغل يعني شغل الجروب ما له علاقه بالصفحه الشخصيه مالتي، لان اصدقائي راح يتفاجئون شنو اتوسه، ما يعرفون اتوسه الاصدقاء والقرايب، شنو اتوسه، شنو اكسجين، شنو بلوندر، شنو منور. يلا، ان شاء الله افيدكم بالايام الجايه. وتحياتي لكم، تحياتي خواتي امهات الصالون وخواتي البالجروب وبكل مكان، ان شاء الله تستفادون. وذن المقاطع فيديو دا انشرهن على اليوتيوب، بس تكتبون غيو الياسري، بس تكتبون غيو الياسري على اليوتيوب، لان انا اصلا مسوي قناه من زمان، قناه غيو الياسري، بس تكتبون بالبحث وتقدرون تنزلوهن على موبايلاتكم بسهولة جدا. وانتظروا المواضيع القادمة، وانا خادم لكم. تحياتي، مع السلامة.